كونك انك تبقى مصري دي نعمه من عند ربنا، والحمد لله على هذه النعمه. المهم، انا هتكلم النهارده في حاجات كتير، وبيقولوا لي انتوا متفقين معايا في الراي ولا لا؟ علشان في تفاصيل مهمه لازم نتكلم فيها مع بعض. فيا ريت تكمل الفيديو للاخر، وانا مش هطول عليكم، ويلا بينا ندخل في الموضوع على طول. من اول يوم اتقال فيه ان كابتن حسام حسن مدير فني لمنتخب مصر، والدنيا اتقلبت، الناس اتقسمت. في اللي قال ده اللي احنا مستنيينه، وده الراجل اللي هيبقى عنده روح وعزيمه المنتخب المصري. وفي ناس تانية كتير قالت العصبيه مش هتنفع ومش هيعمل اي حاجه مع المنتخب. بس للاسف هو ده المنتخب اللي كان عايزه، الشخصيه ديت اللي المنتخب كان مستنيها فعلا. المنتخب كان محتاج راجل مش مدرب، عشان فعلا يلحقنا من العبث اللي كان بيحصل ده. المنتخب كان محتاج حد يزعق، محتاج حد يكسر الروتين اللي كان بيحصل، حد يفهم اللعيبه ان هي بتلعب باسم بلدها، مش بتلعب عشان خاطر الفلوس والشهره. بجد حسام حسن من اول يوم الحقيقه حط رجله مع المنتخب المصري، وكل واحد بقى يلم نفسه عشان بس يلاقي نفسه في التشكيله. فتيجي تبص على اللعيبه تحس ان اللعيبه بتولع، حرفيا اللعيبه بتولع. كل واحد عايز يثبت نفسه، كل واحد عايز يلعب، عايز يحسس يبقى ليه شخصيه قدام كابتن حسام. النهارده تحس ان المنتخب بقى ليه شكل تاني، ان مش شرط انا اكسب 5 ولا اكسب 6، لا يا باشا انا بكسب زي ما انا عايز. المهم ان انا اكسب، المهم ان انا ابقى موجود. تحس كده ان في روح اتخلقت عند المنتخب المصري. النهارده لما تيجي تبص على المنتخب المصري وهو بيلعب، هتعرف فعلا ان حسام حسن مش جاي يهزر، مش جاي يلعب، مش جاي يقضي وقت. هتعرف ان الراجل دوت جاي يعمل حاجه. انا يا عم الحاج مش شرط اكسب سكور، بس انا واحد عارف انا جاي يعمل ايه، عارف ان في شخصيه للمنتخب لازم ابنيها. انا عايز اقول لكم ان حسام حسن بيخلي رتم الماتش زي ما هو عايز. انا مش عايز اكسب، انا عايز اتعادل، انا عايز ادافع، انا عايز اهاجم، انا عايز العب اللعيبه كلها ورا. انا مش محتاج من الماتش دوت غير نقطه، انا مش محتاج غير 3 نقط. هو انا بعمل اللي انا عايزه، انا محتاج اعمل ده فانا بعمل ده. فانا بخلي اللعيبه كده ايه، انا بسستم نفسي ان الحاجه ديت اللي انا عايزها هي دي اللي هتمشي. محدش يقول لي انت بتعمل، انت ما بتعملش، انت مش بتخلي، لا المنتخب شكله وحش. لا يا باشا، المنتخب تحس كده ان في روح بجد، رجوله كده في الملعب من بعد ما حسام ما مسك. حسام انا بقيت واقف بشوف حسام كده واقف على الخط حرفيا عمال بيزعق بيزعق للعيبه. يا باشا انت كسبان اصلا، يعني انت في الماتش بتاع جيبوتي اللي فات انت باشا انت كسبان. لا ده واقف عمال بيزعق، وارجع يا هاني ومش عارف ايه، واقف كده على الخط وقاعد عمال بيزعق ويشوف ومش عارف ايه. وتحس كده ان هو عنده الباور بتاعه لحد 90 دقيقه، مع ان احنا اصلا مخلصين ومريحين الماتش بتاعنا من الدقيقه 14 ومريحين الماتش. لا يا باشا هو واقف على الخط بص لحد اخر دقيقه، الراجل لحد اخر دقيقه قاعد عمال بيزعق على الخط. انا عايزك ترجع كده كام سنه لورا وتشوف كده ايام هيكتور كوبر كان بيعمل ايه. كان بيقول لك بازل صلاح، طب ترجع كده الكروش تيجي يقول لك ايه، لا يا باشا ما تهاجمش، لا دافع، انا عايزك تدافع. طب ليه؟ لا ما لا انا عايزك تدافع. انا ايه، انا هطلع عين اللي خلفين المنتخب النهارده، هلعب ال 120 دقيقه، مش ههاجم، انا هطلع تعادل العب ضربات جزاء واخد الماتش. في كاس افريقيا حرفيا ده اللي حصل، يعني 4 ماتشات بنفس الطريقه، ما فيش هجوم، لا هو بيدافع ويقول لك ايه، انا كفايه عليا قوي ان انا دافع. يا باشا طب ما تهاجم، انت عندك عناصر انت عندك ناس، انت عندك محمد صلاح وعندك مصطفى محمد وغيره وتريزيجيه، الناس دي تهاجم بيها، ما تهاجم بيها. لا يا باشا انا هاجم بيه، انا بدافع بس، وهجمه واحده انا ممكن اخلص الماتش، يا اما اطلع تعادل العب ضربات جزاء. هو ده اللي كان بيحصل. النهارده تبص مع حسام حسن، الراجل بسم الله ما شاء الله صعد افريقيا، خد المركز الاول، صعد كاس عالم وبرضه في المركز الاول ومتصدر المجموعه في كاس افريقيا وفي كاس عالم. طب انت عايز تعمل ايه تاني؟ انت عايز تبص على منتخب مصر ازاي؟ النهارده تبص على منتخب مصر، الراجل بقى بيكسب 5، بقى بيكسب 3، بقى بيكسب 2، بقى بيكسب 1، بقى بيكسب 3 برضه 4، يعني اللي هو عايزه كله بيعمله. يعني في روح اتولدت كده من جديد. احنا لما كنا بنفوز واحد مع هيكتور كوبر كنا بنهلل، اقسم بالله ده احنا كنا بنزرغط. يا جدع انت احنا كنا بنعيط ايام لما كنا مع هيكتور كوبر واللي حصل في 2018، اقسم بالله احنا كنا بنعيط. اللي هو في اخر دقيقه، في اخر دقيقه ان احنا نصعد كاس عالم وتيجي من ضربه جزاء اصلا. انت بقى لو مش شايف ان الراجل ده عمل حاجه مع المنتخب، يبقى انت ما عندكش بربع جنيه شغف للمنتخب المصري. حرفيا ما عندكش حتى ولاء للوطن. يعني لان الراجل دوت حرفيا بيعمل اللي عليه والزياده، فاحنا من حقنا ان احنا ندعمه ونقف جنبه.
ده اللي احنا محتاجينه منه. فبشكر جدا حسام حسن على اللي عمله مع المنتخب المصري لحد دلوقتي. ومن الحاجات الغريبه ومن الحاجات الحلوه برضو، يعني في حاجتين، في حاجه غريبه وفي حاجه حلوه. الحاجه الغريبه ان هو الماتش اللي فات بتاع جيبوتي كان بيلعب بمدافع واحد، رامي ربيعه. هو كان عارف هو بيلاعب مين. فانا ايه اللي هيخليني العب باثنين مدافعين؟ لا يا باشا، انا هلعب بمدافع واحد وازود الاثنين الاسترايكر بتوعي. بقى عندي مين؟ بقى عندي مروان عطيه وحمدي فتحي، انا بلعب بيهم. طب تيجي تبص دلوقتي، الراجل كان حاطط لك برضه من المفاجاه في التشكيله، كان الراجل حاطط لك مصطفى محمد. الراجل حل، مصطفى محمد حل المشكله اللي كانت مع حسام حسن، والراجل بقى اساسي في التشكيله. تيجي تبص النهارده مصطفى محمد بقى عنده تاثير ليه تاثير كبير. ليه فعلا تاثير كبير. ان هو كان بيسحب المهاجمين وكان بيخلي زيزو ومحمد صلاح يتحركوا. زيزو بيعمل عرضيات. زيزو يعني خلى الراجل محمد صلاح، خلى زيزو ومحمد صلاح يعرفوا يتحركوا براحتهم. زيزو بقى بيرفع عرضيات براحته خالص، ومحمد صلاح بقى بيخش خط ال 18 بسهوله. فديت برضو من الحاجات الحلوه اللي انت تبصها تشوفها مع المنتخب المصري. فتيجي النهارده تبص على الماتش بتاع النهارده، تلاقيه مريح محمد صلاح، وعندك طبعا اتنين مريحين، حمدي فتحي ومروان عطيه عشان واخدين انذارات. فالراجل بقى بيحاول يجرب. الراجل عايز بقى يكتشف بقى عشان يبقى عنده حلول كتير. الراجل داخل في شهر 12 على بطولة أفريقيا. فالراجل عايز يبقى بدل حل حلين ثلاثة أربعة، عنده عايز يخلي ينوع بقى من اللعيبة بتاعته. مش هيعتمد على ناس معينة، لا الراجل عايز يعتمد على، عايز يجرب اللعيبة كلها، عايز يخش بقى في الملحمة. لأن أنت بعد كده، أنت عندك بعد أفريقيا عندك بقى استعداد إن هو هيستعد لكأس عالم، وبعد كده كاس عالم. فانت هيبدا يشتغل فعلا شغل كتير جدا مع المنتخب المصري الفتره الجايه. فاحنا بجد احنا محتاجين ندعمه، لان الراجل دوت، الراجل ده محتاج ان حد يسنده. انت عندك بعد كده في كاس عالم، هو عايز يقف على رجليه في كاس عالم. فمحتاج بقى ان هو يشوف الناس بقى، يشوف بقى، يقيم بقى الفرقه بتاعته ويقيم المنتخب علشان يبان باحسن صوره احنا محتاجينها فعلا في المنتخب مع كاس العالم. ومن الحاجات الحلوه ان انت تصعد وانت حاطط رجل على رجل. لا لا لا، مش في القاموس بتاعنا ديت. احنا يا اما بنصعد متهزئين، يا اما بنصعد باداء مشرف. غير كده مش في القاموس بتاعنا. احنا مش في القاموس بتاع الشعب المصري. الشعب المصري بيقول لك لا لا، يا احنا بنصعد بضرب الجزم. احنا محتاجين نحس بالمتعه في الصعود، ان احنا نقعد نعيط كده في اخر دقيقه. علشان ايه؟ علشان نحس بمتعه الصعود. غير كده احنا مش حاسين بالمتعه بتاعت الصعود. احنا في 2018 احنا صاعدين في اخر دقيقة. في اخر دقيقة اقسم بالله احنا كنا بنعيطوا بره علشان نصعد وعلشان نفوز، لولا بس ضربة الجزاء. وفي 2022 السنغال مطلعانا بضربة الجزم، اللي هو يلا يا باشا، خد بعضك وامشي. خد بعضك وامشي، يلا خد بعضك وامشي. انت زي ما رحت زي ما جيت. يا راجل انت متخيل ان المنتخب المصري ما صعدش غير 3 مرات وديات الرابعة؟ انت مستوعب؟ المنتخب المصري ده منتخب تونس اللي احنا بناخدوه رايح جاي صعد 6 مرات، احنا صعدنا 3 وديت الرابعة. يعني انت منتخب، انت متخيل الحتة ديت؟ احنا دايما كنا بنستنى الخازوق من حيث لا تدري، سواء بقى هيجي لنا من الجزائر، من السنغال، من حيث لا تدري، ايا كان فين بقى الخازوق هيجي لنا منين، ما مش شاغله بالنا. بس الحمد لله ربنا كرمنا وبقى عندنا حسام حسن. بقى هو بقى الخازوق للكل. تحس كده ان حسام حسن قاعد وكلهم متربصين له كده، كل الناس مستنيه كده حسام حسن هيفشل امتى مع المنتخب. طيب ماشي، مش انتوا عايزينه خدوه، يلا بقى هنشوفوا بقى احنا هيعمل ايه مع المنتخب في كاس افريقيا وفي كاس عالم. مش انتوا عايزينه اهو عندكم اهو، شوفوا بقى هيعمل معاكم ايه. المهم الحمد لله ان احنا بقى عندنا مدير فني للمنتخب الوطني قدر يكسر عقده الخواجه من ايام الجوهري وحسن شحاته. تمام. فبالله عليكم الراجل ده محتاج ان انتوا تسندوه. الراجل دوت مش محتاج ان انتوا تكسروا في مقاديفه. الراجل ده عارف كويس قوي هو بيشتغل ازاي. فبالله عليكم حاولوا تدعموه، يعني بلاش نكسر فيه. بالله عليكم، انا اقسم بالله من اول يوم انا عرفت ان حسام حسن هيمسك المنتخب وانا فرحت فرح هستيري، لان عارف ان الراجل دوت، اه ماشي، هو سواء ماسك الزمالك او المصري او الاتحاد، الراجل ماشي، الراجل دوت ما مسكش حاجات كتير، بس الراجل ده عامل شخصيه للمنتخب. الراجل دوت فعلا عايز يعمل حاجه مع المنتخب الوطني عشان هو وطني بيحب بلده وعايز يفرح الشعب المصري. فسواء يا عم الحاج انت، سواء انت طلعتنا من الدور الاول في تصفيات افريقيا، سواء خدت افريقيا، فانت برضو الراجل دوت متشال على الراس، وكذلك برضو في كاس العالم. فانا عايزكم بقى تدوا له راحته، ادوا له راحته بقى، ادوا له راحته في يتعامل. الراجل محتاج ياخد راحته في كل حاجه.
اديله المساحه اللي هو يقدر يعمل فيها اللي هو عايزه، علشان المنتخب تحسه ان يبقى عندنا شخصيه، ويبقى عندنا منتخب قوي يقدر ينافس. احنا مفتقدينها من ايام حسن شحاته يا راجل. فبالله عليكم، بالله عليكم يا جماعه، لو في اي حاجه مضايقاكم منه، الراجل دوت قدر ان هو يبسطنا، وقدر كده خلينا مرتاحين كده. مش حتى ان احنا حتى نعيد حساباتنا من جديد ونشوف بقى مدير فني والكلام دوت. لا، الراجل مريحنا على الاخر اهو. احنا حته الصعود مبكر ديت، وان احنا صاعدين اصلا من غير اي حاجه ديت لوحدها كفايه. يعني احنا كنا ايام زمان، انتوا عارفين انا لسه متكلم فيها وقال. تمام. المهم ما تنسوش تعملوا لايك، ومستني رأيكم، ومستني تعليقكم فعلا. واللي مش مشترك في القناة يشترك ويفعل زر الجرس، وعشان يوصلكم كل جديد. معكم محمد جابر من برنامج أو السايت.